سلام شطوراتي الحلوين. أقول لكم من كتر طعمه الجميل وطعمه الحلو جدا بستخدمه كحلويات. يعني باخد منه كده طعمه حلو جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا عرفتوا ايه ده. مم. يلا نشوف بقى بيتعمل ازاي. يلا معايا. طبعا ده كريز الحلويات الكداب هعمله بالفراولة. هو ممكن تعمليه بمية عادي، بس انا هعمله بعصير الفراولة. بحط كمية فراولة في حوالي ربع كيلو كده في انا عايزة منها كوباية، فبحط حوالي ربع كيلو في الخلاط، عليهم حبة مية صغيرين وبضربهم كويس جدا في الخلاط. مش عايزة فيه حتت صغيرة من الفراولة، عايزاه يكون مضروب كويس. بعاير كوباية بالشكل اللي انتوا شايفينه دي تكون كبيرة فراولة، واحطها في حلة او في طاسة. الكوباية اللي انتوا شايفينها الكبيرة دي بحط عليها كوباية الا ربع سكر ونص كوباية نشا. طبعا هنا كل الحاجات دي على البارد، ومعلقتين جيلاتينا باودر. ممكن تستغني عن الجيلاتينا الباودر وتحطي باكو جيلي فراولة. طبعا معلقتين كبار جيلاتينا باودر، بحط كمان رشة بسيطة من ملح الليمون، وبحط لون طعام صحي عشان يعزز اللون بتاع الفراولة، ولما تتحط على النار ما يغيرش في لونه، ويدي الكريز اللون الكريزي اللي احنا عارفينه. بقلب كله على البارد زي ما انتوا شايفين كويس جدا جدا لغاية ما كل المكونات تدوب في بعضها، وبعد كده بحطها على النار. بفضل اقلب فيها وما تسيبهاش من ايدك عشان ممكن تكلكع. بفضل اقلب فيها لغاية ما تتماسك معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وتتقل. وطبعا حوالي 10 دقايق كده افضل اقلب فيها لغاية ما تبقى عجينة معايا، هتبقى تتماسك وكل السوائل تروح منها وتبقى عجينة معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا النشا هيستوى وتبقى بالشكل ده. على فكرة طريقتها بالظبط زي طريقة الملبن الأحمر، عارفينه طبعا. بتبقى بالظبط نفس الطريقة، بس طبعا بتحط لها بعد كده سوداني وتبقى نفس طريقة الملبن الأحمر بالظبط. ببدأ بقى ايه اشكلها. طبعا ادهن ايدي زيت، بس خلي بالك ما تدهنيش ايدك زيت قوي عشان مش هتتبرم معاكي وتتشكل معاكي. وتقدري تشكليها لما تدفى تبقى دافية، مش سخنة قوي، يعني وهي دافية كده تعرفي تشكليها. ما تغلطيش غلطتي وتشكليها وهي سخنة عشان مش هتتبرم معاكي. سيبيها تدفى خالص. وهنا انا لما دفت بدأت اشكلها واشتغلت معايا كويس زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ اشكل كل الكمية زي ما انتوا شايفين، وببدأ بقى ايه احط الكمية كلها في برطمان زجاج طبعا مغسول ومتنشف كويس، او في علبة زجاج تتقفل كويس، وابدأ احط الكمية كلها. و طبعا زي ما انتوا شايفين كده ممكن تشكليها على شكل الكريز. ودي كل الكمية اللي انا عملتها من المكونات. وببدأ بقى ايه احط عليها عسل عسل عادي، عسل الشربات العادي اللي احنا بنعمله، بس يكون تقيل شوية. وهو عبارة عن كوباية كوباية سكر، عليهم نص كوباية مية، ورشة وعصرة ليمونة، وتحطيهم على النار. بعد ربع ساعة من الغليان تطفي عليها وتحطيه على الكراز، تحفظيه بيها وتحطيه بقى في التلاجة تستخدميه في كل حلوياتك، وممكن يتاكل كحلويات والله. يعني اولادي ما بيقعدوش البرطمان ده، يعني يا دوبك يومين ثلاثة والاقيه خلاص. فجميل جدا وطعمه حلو. هما كمان بيحبوا الملبن، عشان كده بيحبوه جدا. شكله بيبقى جميل وطعمه حلو لما بيتحط كمان على الحلويات كتورتة او جاتوه. اعمليه واحفظيه في التلاجة، مكوناته سهلة جدا ويكون جاهز على وصفات الحلويات لما بتاعتك. اخلص اهو. فكرة طعمه جميل جدا، وانا بستخدمه كحلويات، مش مجرد حاجة بتتحط على الحلويات، زينة يعني. شايفين شكله طعمه جميل جدا جدا جدا. انا عايزة بس اوريكم شكله.
عامل زي الجاهز بالضبط اللي أنتم بتجيبوه من برّه. هو على فكرة الكيلو منه غالي جدًا، فلمّا بتعمليه في البيت أضمن، وطعمه على فكرة حلوة جدًا، غير إن أنتِ عارفة المكونات اللي بتعمليها بإيه. جميل جدًا، جدًا، جدًا. جرّبوه وقولوا لي رأيكم في التعليقات لمّا تجرّبوه ويعجبكم، وكمان يا ريت بقى لو عجبكم لايك ومشاركة مع أصحابكم عشان يستفيدوا. كانت معاكم مها القناوي، مع السلامة. إمم.